إنها زنزانة تحوي في داخلها مساجين حكم عليهم بالسجن مدى الحياة دون ذنب أو قصد. الوالدان هما حارسا الزنزانة، يعتصرهما الألم، لكن كل هذه القساوة قد تكون مبررة. إذا أفتح هاي الزناجيل من عندهم يقوم يعني يقلبون البيت قلاب، ويقوم واحد يقتل واحد، واحد يملخ واحد، إذا أصير بنصهم يتمون عليه، يموتون تموت. يعني هذا واحد من عندهم كسر خشمه. بدأت قصة معاناة هذه العائلة بعد ولادة البنت البكر منذ ما يقارب 26 عاما. بعدها بسنوات قليلة اكتشف الوالدان أنهما يعيشان مشاهد رعب لم يعهدها إلا في أفلام السينما، واستمرت القصة لتتوالى المصائب بعد ولادة طفلين آخرين ليقاسيا ما تقاسيه أختهما. رحت حللت وهذا، رحت الدكتور المستشفى كمال السامرائي، الجينات الوراثيه وما اعرف شنو، كل شيء معنا ما بيها شيء. صار 9 أشهر عمره، جابر طبيعي، الولد كل شيء ما بيه على حسب الوصول وهذا. فشافته امه هم بنفس الوضعيه. لم يستطع أطباء كثر تشخيص حالتهم. العلاج الخاطئ أضعف قدرة والديهما بالسيطرة عليهم. ما خليت طبيب يعتب عليه، مستشفى الجملة العصبية، مستشفى الشماعية. ليضطرهما مكرهين على تقييدهم بالسلاسل في غرفة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش خوفا من إيذاء أنفسهم. مو هين علي أنا، ترى الربطة هاي مو هين علي، كفيلك الله عيوني تطلع من أجل ربطة. لا نخفيكم أننا عند دخولنا لرؤيتهم انتابنا شعور لا يمكن وصفه بكلمات، وما حدث خلف الكاميرا كان أفظع. يعني وانت غافلة تجي ضربة هاي منتهين من عندها. حاول الوالد بطرق شتى أن يجد علاجا فعالا يوقظهم من كابوس لازمهم لأكثر من عقدين من الزمن، ولم يبق لديه سوى عرض حالتهم من خلالنا، معلقا آماله عسى أن يجد بين المختصين والخيرين من يستطيع تبني حالتهم ووصف علاج تكسر به قيود السلاسل البائسة. حزن وخوف وقلق كتب على هذه العائلة منذ أكثر من ربع قرن من الزمان. والدان يراقبان أولادهم على مدار 24 ساعة، حالتهم تدمي القلب. بدورنا نخاطب كل معني يستطيع إيجاد حل لما رأيتموه من مشاهد تبعث على الحزن والرعب. نور السعيد، بغداد، الفرات.